احمد حاتم من الممثلين اللي احنا نقدر نقول ان هم خدوا حقهم في الجيل بتاعه، اللي هو جيل الشباب، بدايه من اوقات فراغ للمركب للبطولات الجماعيه دي لحد ما بيوصل للبطوله الفرديه زي الغساله والهرم الرابع والمطاريد وغيرهم، لحد ما بنوصل للفيلم ده حسن المصري. والفيلم ده من بطوله احمد حاتم ومراد مكرم وفريال يوسف وشويه ممثلين كده من لبنان. والفيلم بيتكلم عن حسن، مسؤول حراسات خاصه وعنده خبره في حراسه الشخصيات عموما، بس بتحصل له عقده كده او تروما هنعرف تفاصيلها على مدار الفيلم، لحد ما بنوصل انه بيحاول يرجع بنت مراهقه اسمها ناديه واللي اتخطفت من عصابه لتجاره السلاح في لبنان. فهل فيلم حسن المصري يستاهل انك تروح له سينما ولا لا؟ خلينا نشوف. فيلم حسن المصري بالنسبه لي ما اقدرش اقول انه فيلم حلو، لكنه بينضم للافلام الرديئه السنه دي زي فيلم مرق البريمو وفيلم اولاد حريم كريم مثلا. احمد حاتم من الممثلين اللي بتحاول تغير جلدها، بس مش للدرجه دي. ما تعمليش فيلم رديء وتقول انا بغير، لا. بالنسبه لتمثيل احمد حاتم ما اقدرش اقول ان هو خرافي ولا حلو، يعني يا دوب تمثيله تمثيل عادي. هو بيحاول يغير جلده من افلام الحب والرومانسيه اللي بقى ده القالب بتاعه وبقى معروف بيه. احمد حاتم فيلم حب ورومانسيه وتلزيق، هو ممكن يكون بيحاول يغير من جلده ويغير نوعيه افلامه، بس هل ده فيلم يختاروا انه يغير بيه نوعيه افلامه؟ انا ما اعتقدش، لان الفيلم ولا قصه ولا دراما، وهنعرف ده بعدين. بالنسبه لتمثيل مراد مكرم، هو مراد مكرم بس كده. وبالنسبه للاخراج ما اقدرش اقول ان الفيلم ده اخراجيا عظيم ولا الفيلم ده احسن فيلم اخراجي السنه دي ولا كل الكلام ده. اقدر اقول ان فيلم اخراجيا مقبول، ولا اكتر من كده ولا اقل من كده. بس اكتر حاجه عجبتني هو التصوير في لبنان والكادرات الحلوه اللي كانت بتتاخد. كنت تحس كده ان في الوان حلوه ومناظر حلوه، والوايد انجل كان حلو جدا. هو ده اللي كان بيميز الاخراج، الالوان فقط لا غير. ما اقدرش حتى اقول لك ان الاكشن كان فيه عبقريه ولا فيه ابتكار شويه. اكشن تقليدي شفناه 100,000 مره في السينما المصريه. أنا بجد خايفة. أنا مش فارق معايا حاجة. حد يجي يقول لي مثلا الفيلم ده ما فيهوش مميزات، الدراما مثلا عامله معاك ايه؟ هقول لك ان القصه دي اتشافت 200 مره قبل كده، سواء سينما مصريه او سينما اجنبيه. طب بالنسبه للاكشن، هل مثلا كان اكشن خرافي ولا اكشن ما فيش زيه السنه دي؟ احنا دلوقتي بنشوف جون ويك وميشن امبوسيبل وفعلا اكشن نضيف. ما بقولكش احنا نقارن نفسنا بيه، بس على الاقل اعمل حاجه تتشاف. ما تجيبليش شويه حركات على شويه مطاردات على انفجار ما اعرفش ايه وتقول لي ده اكشن. ده ما اسموش اكشن، ده اسمه عبث. وقصه الفيلم هي قصه مكرره اتشافت في 100 فيلم مصري قبل كده، مصري واجنبي اتشافت. يعني في اول 20 دقيقه هتهرس القصه ماشيه ازاي. خليني أتعامل مع الناس من بعيد، مش عايز حد يعرف أنا مين. في بنت مهمة هتوصل بكرة الساعة 2. معقول بدك تبعتي للبنت حسن؟ طب تقول لي مثلا الفيلم حماسي وحدث ورا حدث ورا حدث، اقول لك لا. الفيلم بالنسبه لي كان بطيء، بغض النظر عن اول تلت ساعه اللي كان فيها التقديمه. الفيلم كله بطيء. انا مش عايز اكرهك في الفيلم واقول لك ما تروحش تشوفه، بس حرام تدفع 100 جنيه في فيلم زي ده. الفيلم ساعه ونص او ساعه وتلت، وفعلا مش هتستفاد اي حاجه. زي ما هتدخل زي ما هتطلع. يعني مثلا ولا خدت من الاكشن جرعه ادرينالين، ولا حتى طالع مبسوط من الفيلم. طالع انا كده طالع كده الفيلم مش عاجبني، لا هو في قصه ولا دراما ولا اكشن. بالنسبه لي كان فيلم رديء، ولا حتى طالع مبسوط من القصه. القصه بالنسبه لي كانت مهروسه. حتى تمثيل احمد حاتم مش اللي هو حتى التمثيل عوضني، التمثيل كان عادي. وايه مشكلتك مع البنت دي؟ معرفش ليه في لحظات معينة كده كنت بشوفك فيها. احمد حاتم ممثل حلو جدا، بس قبل ما يختار ادواره لازم يكون عارف قصه الفيلم دي ماشيه ازاي، وبدايتها عامله ازاي، ونهايتها عامله ازاي، واحداث الفيلم عامله ازاي. مش من اول ربع ساعه انت بتفهم القصه ماشيه ازاي. يعني احنا شفنا السنه دي فيلم فوي 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 وكان فيلم حلو جدا، وبرضه شفنا فيلم بيت الروبي وكان فيلم خطير. ليه بقى احنا بنروح للافلام دي؟ ليه بنروح لمرق البريمو واولاد حريم كريم والفيلم ده؟ طب ما احنا بنتطور اهو وبنعمل افلام حلوه. فاحمد حاتم لازم يبص شويه الحاجات دي، مش مجرد ان انا عايز اغير جلدي وخلاص. لا، في قصه ودراما واكشن يتنفذوا صح عشان يبقى فيلم كويس. وبس كده، ده كل كلامنا عن فيلم حسن المصري. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وبالذات السبسكرايب. احصائيات اليوتيوب بتقول ان 50% مش مشتركين في القناه من اللي بيتفرجوا. انزل اعمل سبسكرايب ولايك لو عجبك الفيديو. ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وسلام.